السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا موضوعنا النهاردة ازاي تقدر تعمل اضافة مسؤول او ادمن في صفحة تجارية على الفيسبوك. يعني حضرتك عندك صفحة تجارية على الفيسبوك مثلا بتسوق لها في مثلا ملابس، بتسوق مثلا مايكات، بتسوق حاجة في الصفحة دي، فانت معاك ناس عايز تخليهم يقدروا يردوا على الرسائل اللي بتجيلهم عبر الصفحة أو التعليقات، ويقدروا يردوا باسم الصفحة اللي حضرتك بتنشر عليها التسويق بتاع حضرتك. تمام؟ فكل اللي عليك عشان تبدأ تعين مثلا ناس في الصفحة كأدمن أو مسؤول، إن هو زي ما قلنا كده يرد على الرسائل ويرد على التعليقات. تمام؟ فأنت لازم تعمل معانا الخطوات دي. كل اللي عليك هتبدأ تضغط على الثلاث شرط وتتأكد تكون فاتح الصفحة بتاعتك اللي انت هتعمل عليها الخطوات دي. تمام؟ طبعا انا فاتح الصفحة دي، صفحة وهمية اسمها البرنس، فعشان اقدر اوريكم الطريقة. تمام؟ هننزل لتحت كده نختار حاجة اسمها الاعدادات والخصوصية. بعد كده الاعدادات، بعد كده هنختار حاجة اسمها الاعدادات الصفحة، هنضغط عليها. بعد كده هنبدأ ننزل، هندور على حاجة اسمها الوصول إلى الصفحة وعليها علامة المفتاح بالشكل ده، هنبدأ نضغط عليها. بعد كده هنا بيقول لك الأشخاص الذين لديهم صلاحية الوصول إلى الفيسبوك. ده بتدي صلاحية الوصول إلى الفيسبوك، بتدي له جميع الصلاحيات إنه يقدر يتحكم في الصفحة بتاعتك. تمام؟ تاني حاجة هنا بيقول لك الأشخاص الذين لديهم صلاحية وصول تقتصر على مهام محدد، يعني تقتصر على حاجة معينة. طبعا دي اللي احنا محتاجينها، هنبدأ نضغط عليها. تمام؟ بعد كده هنبدأ نضغط على التالي. هنا طبعا بيقول لي ابحث على الاسم اللي انت عايز تديله الصلاحية. تمام؟ انا ممكن نكتب اي اسم كده، عبد الله مثلا. تمام؟ ممكن نجيب عبد الرحمن محمود. بالظبط كده يا شباب. هنا طبعا انت بتبدأ تختار مثلا هنا التعرف على مستوى اداء الصفحة والمحتوى، هنا الاعلانات، انشاء إنشاء وإدارة حذف إعلانات الصفحة. هنا المحتوى إنشاء وإدارة أو حذف منشورات وقصص، ولكن إحنا خلينا في آخر اختيار اللي هو الرسائل. تمام؟ هنا بتبدأ ترد على الرسائل، بترسل رسالة والرد عليها باسم الصفحة. يعني حضرتك تقدر ترسل رسالة. تمام؟ بعد ما بترسل الرسالة بتبدأ ترد عليها على الرسالة اللي بتجيلك باسم الصفحة. تمام؟ عايز تعمل حاجة تانية اللي هي نشاط المجتمع ومراجعة التعليقات والرد عليها وإزالة المحتوى الغير مرغوب فيه. تمام؟ فأنا بالتالي عايز أخلي حد يشتغل معايا في الصفحة، الشخص ده يقدر يراجع التعليقات ويرد عليها ويزيل محتوى غير مرغوب فيه والإبلاغ عن النشاط. يعني حد مثلا بعت لك حاجة في التعليقات، فيديو كده غير مرغوب فيه أو أي حاجة أو أي محتوى، فتقدر تمسحه عادي وتقدر تراجع التعليقات والرد عليها. تمام؟ بكل سهولة. واللي تحتيها الرسائل، ان انت تقدر ترسل رسالة وتقدر ترد عليها باسم الصفحة. طبعا احنا هنختار الاتنين دول وهنقول منح صلاحية الوصول. هنا بيقول لي اكتب كلمة السر. تمام؟ هنبدأ نكتب كلمة السر ونرجع لكم تاني. بعد ما كتبنا كلمة السر هنقول تأكيد. تمام؟ هنا بيقول لك عبد الرحمن محمود تنتهي صلاحية الدعوة خلال 31 من الأيام. يعني عبد الرحمن محمود ده لو ما قبلش الدعوة خلال 31 يوم هتبدأ تتلغي تلقائيا لوحدها. تمام؟ أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، فعل زر الجرس على الكل، وأشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.